5 4 3 2 1. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عمرو معانا في برنامجنا وبودكاست قعده ده عرب. بقى برنامجي اللي بادئ ب 5 4 3 2 1 ده بتاعي. يلا 5 4 3 2 1. يا رب يكون المكان عجبك. زي الفل. اي حاجه في مصر جميله بصراحه. المكان السري بتاعنا بقى لما نكون محتاجين نروق اعصابنا بنيجي نقعد هنا. لا هغش معانا منكم بصراحه، مكان حلو قوي. دلوقتي حضرتك يعني ما شاء الله تبارك الله عليك، بقالك اكتر من 20 سنه في مجال الفن وقدمت اعمال فنيه عظيمه، قدمت برنامج حلو بينهم ده كان لوحده كل اسره وكل بيت مصري بيتفرجوا عليه. ايوه. انا اتعلمت من ده ان انا ازاي اقف او ازاي اكون قدام الكاميرا وازاي اعرف اتفاعل مع الضيف، بس ما اتعلمتش لسه ازاي اسخن الضيف وارخم عليه واخرجه عن شعوره. لا هو ده في المقالب بس يعني، او في البرامج اللي هي يعني بنسميها الهارد توك اللي هو يعني الحاجات السخنه واللي عايزه انفعال من الضيف والكلام ده كله. خلاص. هو ده ممكن تبقى اتعلم فيه ان انت ازاي توصل الضيف ان هو يقول حاجه مش متعود يقولها. لكن في العادي اتعلمنا من الاساتذه الكبار زمان في التلفزيون المصري والمذيعين العظام انه بالعكس، كل ما الضيف يبقى مرتاح خلاص هو هيقول لك اللي هو عايزه اكتر. كل ما الضيف يبقى مرتاح ومطمن ان انت مش بتسحبه على حته وحشه يعني، هو هيقول لك كل اللي هو عايزه. لكن حضرتك عملت اللون ده في البرامج وما اظنش ان في حد بعدك عمل نفس اللون بنفس الاداء. خلاص بقى كله معروف ان ده برنامج، حتى الضيف اللي جاي عارف انه بس ما مقالب. اقدرش اقول لك مين عارف ومين مش عارف. انا بقعد في البيت دلوقتي بعد ما يعني انا عملت البرنامج بتاعي وخلاص وسبت الحته دي خلاص لاي حد. هو زي ما انا قبل كده خدتها من ناس قبليه يعني، هقعد اشغل نفسي واقعد احقق واعمل فيها كولومبو بقى ومين متفق ومين مش متفق. دي مش شغلتي. وبالنسبه للجمهور خلاص هو حر برضه. الجمهور عايز يشغل نفسه بالقصه دي مع البرامج التانية، مع برنامجي، مع اي حاجه تانية، هو حر. وحضرتك بعد البرنامج ما شاء الله النجاح الكبير بتاعه اتنقلت في اعمال فنيه. صح. في عمل فني في اول مسلسل ليك في 2006 تقريبا. 2007 بعد البرنامج على طول. 2007 كان مسلسل مش حرمت يا بابا، كان قبله كان كافيتشينو. ايوه كافيتشينو. كان لايت، حاجه لايت كوميدي كده، كان جميل جدا. والمسلسل الاجمل بالنسبه لنا كجمهور فرقه ناجي عطا. وليا انا كمان. كان بصمه فنيه كبيره جدا وكان تاثير الجمهور كله مشدود، ودورك كان دور مميز. في نهايه الحلقات انت محور القصه، انت اللي انقذت الموقف كله. تعاملك مع الزعيم عادل امام وقتها ووجودك قدام الكاميرا كان هو الشغل مع الاستاذ عادل امام بيمر ب3 مراحل. يعني بيمر بمرحله الانبهار خلاص، اصلا ان انت بتبقى قلقان، بلاش اقول خايف دي يعني، ان انت لو خايف تروح تمثل مع الاستاذ مش تنزل من بيتكم. يعني خلاص انت مجرد ما ترشحت بتاخد ثقه كبيره جدا 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 انه تمام، ان الاستاذ عادل امام موافق عليك، الانتاج موافق عليك، رامي امام موافق عليك ومرشحك. فانت بتاخد ثقه كبيره جدا خلاص. ما بتقعدش تحسب حسابات كتير. الحسابات الكتير بتيجي من ان انت تبقى مش عارف مكانك في اللوكيشن او مكانك في المعادله. لكن انت لما بتعرف ان انت خلاص الاستاذ مختارك، دي بتشيل من عنك حسابات كتير انت ممكن تبقى جاهل فيها. يعني انت ممكن تبقى خبرتك قليله، ما تعرفش تحكم على زميل، ما تعرفش تحكم على نفسك، ما تعرفش تحكم على زميله. لكن الاستاذ عادل امام اكيد عارف يحكم عليك. انت صح. بعد 50 سنه هو شغل ما شاء الله انت بالنسبه له لسه صغنن، واخد بالك، ولسه بتبتدي وبس. هو دي شغله الجواهرجي بقى. ايوه هي دي شغلته. فهو انت بتاخد دفعه جامده جدا بتعدي ال70% مجرد ما هو بيختارك الحقيقه يعني. ودي انا سالت فيها زمايلي كلهم اللي اول مره اشتغلوا مع الاستاذ عادل امام. دي بتبقى مرحله خلاص بتعدي بقى مرحله الانبهار، وبتطمن شويه كده انه في مستقبل مختلف جاي، ان في مساحه في التمثيل خطيره خلاص، بس هتوديك في حته مختلفه. هو ده اللي انت بتحسه لما يجي استاذ عادل امام يقول لك انت معايا في 28 حلقه، 28 حلقه من ال30، باحساس مختلف خالص. فبتخش الشغل بقى بتحس ان انت كل يوم بتتعلم حاجه جديده، بتثبت لنفسك ان انت صح ولا غلط. كل يوم انا هعمل المشهد ده بالطريقه دي، انا هقول كذا، انا هأدي المكتوب بالطريقه الفلانيه، وتشوف ده تاثيره ايه على اللي حواليك. يعني التمثيل خطير، بس في مرحله انت لانه بيوصل مشاعر ويوصل افكار. والمسلسل ده كان سياسي، اجتماعي، انساني، كوميدي، كل حاجه. ففي افكار مهمه قوي ان انت وانت بتقولها تبقى عارف قيمتها،
مش بتدلق الكلام زي ما احنا بنقول يعني. لكن وجود الاستاذ عادل امام ما بيخليكش تدلق ولا حرف ولا رياكشن، انت ساكت بس بتمثل على مستوى الفكره اللي موجوده في المشهد، وعلى مستوى الفكره اللي موجوده في المسلسل، وعلى مستوى الممثلين الموجودين حواليك. كل واحد من اللي موجودين حواليا واولهم الاستاذ عادل امام طبعا ابطال طبعا. فانت بتبقى على قد المسؤوليه دي بقى في المرحله الثالثه يعني. بعد رهبه بدايه ان الاستاذ اختارك، الزعيم اختارك بنفسه ان حضرتك تكون موجود في الدور. لحظه النهايه في المسلسل اللي احنا كشباب ساعتها اتاثرنا ان الدولارات اترمت في الارض. ما تترمي يا عم مدغور. بالظبط. اللحظه بتاعت تنفيذ الفكره. لحظه النهايه في الحلقات دي. انت شفت الفكره كانت رايحه فين، خصوصا الوضع السياسي في البلد وقتها ما كانش عايز نهايه مختلفه عندك. ممكن احنا كشباب وقتها ما نفهمش، لا يا عم احنا عايزين الدولارات ناخدها ونعمل مشاريع ونتبسط. بالظبط. لكن فكره المخرج وفكره الاستاذ عادل او فكره المؤلف طبعا طبعا يوسف معاطي ربنا يبارك فيه يا رب. والفكره بتاعت ان هو ايه، لا احنا مش عايزين الفلوس، احنا عايزين مبدا مبدا بالظبط نمشي عليه وشبابنا يتعلموا ان مش مهم، مش لازم الفلوس، لازم تعرف انت هتجيب الفلوس ازاي. خلاص هو كان الهدف من المسلسل اثبات ان الشباب المصري خلاص تقدر تعلم على الكيان ده خلاص في حاجه هو بيتباهى بيها، الامان وقوه السكيورتي وقوه الاقتصاد والقدره على التامين في اخطر الاماكن. فانت هي دي كانت الفكره، انت ازاي تقدر تثبت الفكره دي وتثبت انها تمت بتعاون من كل العرب. انت رحت لبنان تعاونوا، رحت غزه تعاونوا، رحت في سوريا تعاونوا، رحت العراق تعاونوا، واخد بالك؟ هي دي الفكره، ان انت برضو بتقول احنا ايدينا في ايدين بعض، ممكن نعمل حاجات كتير قوي قوي. حط تحت دي 100 خط يعني. صح، دي كانت فكره جميله جدا. حتى البلاد اللي فيها صراعات، يعني وقتها لبنان كان فيها صراعات والعراق فيها صراعات، وبرغم كده وقفوا معاكم وساعدوكم ان انتوا تكملوا طريقكم. اصل هو الصراعات ممكن تبقى داخليه لكن هو في عدو واحد. صح، احنا اتفقنا على عدو. ننط. عايز ارجع لجزء حلو بينهم، في نجوم كبار حضرتك استضفتهم في البرنامج. في نجوم اثروا فيك لما قعدت معاهم واستضفتهم واتكلمت معاهم، حسيت ان بره عالم الفن هو بيتكلم كانسان. طبعا حد جميل كده، حد تحب ان انت حسيت ان انت كسبت شخص. شوف انا مديون لكل واحد انا استضفته بجزء من شهرتي. وانا يعني مديون ليك ان انا والله ان انا استضفتك وان انت بجد. فانت بتبقى مسنود على جمهور الضيف. فالنهارده انا كان معايا 60 نجم. ما شاء الله تبارك الله. كوره ومزيكا وتمثيل وغنى فانت معاك 60 نجم، 60 نجم على اعلى مستوى، 60 نجم ليهم جمهور في كل حته في الدول العربيه. فانت مطمن ان الجمهور الراجل ده او الست دي هيشوفك خلاص. فانت مسنود على الحته دي، رغم انك بتخاطر ان انت بتضايقه وبتستفزه وبتاع، بس يبقى عندك ثقه في ان الجمهور واعي، الجمهور فاهم ده مقلب وان الهدف منه ان احنا نضحك. وانا ضميري مستريح. ليه؟ انا معلم، لا عندي حاجه خاصه، ولا قلت الممثل طلقت امتى، ولا انت اتجوزتي فلان ليه، ولا فستانك، ولا انا مالي. انا بلعب في حته الشغل، شغلك ومستواك في الشغل ونجحت ولا فشلت، والحته دي بلعب في الحته دي. فبالتالي انا ما اعرفش كان في دماغي ايامها ولا لا، بس كان في دماغي ان البرنامج يعيش على طول، الاسره تتفرج عليه. ما هو انت لو كنت شفت البرنامج ده وانت صغير ما كانش علق معاك دلوقتي. يعني لو باباك وانت صغير قال لك عيب البرنامج ده فيه قله ادب مش هنشوفه، البرنامج ده بيتكلموا فيه كلام مش كويس مش هنشوفه، ما كانش علق معاك. كنت ممكن دلوقتي تكتشف ان كان في برنامج اسمه حلو بجد. لحد امبارح، لكن انت شفت فيديو لحلقه بتاعت الاستاذ هاني رمزي. طبعا. وانت بتقول له انت شايف ان المسار السياسي هيوصلك. انا اصلا قعدت اتفرج هو ازاي قدرت ان انت عايز تستفزه. ايوه، هي عارف توصل لمشاعره. لا انا هوصل، دي لعبتك. هو فعلا استاذ هاني رمزي المسار السياسي هو افلامه طبعا. كلها في المسار السياسي. مش كلها فيها. بس فيها يعني حاجات طبعا سياسه طبعا، لكن اغلبيتها بالنسبه اللي انا اعرفه يعني الاسد واربع قطط ده سياسي في ايه؟ ده قطط بس مش حاجه. لا طبعا هو استاذ هاني ده جميل يعني، وشغله وجوده كان من النجوم الصف الاول في البرنامج. فانت بقى بتختار الالفاظ اللي هي ايه تبين قد ايه سوري يعني انك جاهل مش فاهم هو قيمه الشخص اللي قدامك. ايوه. فكلمه المسار السياسي يعني انت اولا بتقول مصطلح واضح انه مصطلح عميق وراجل قاري كلمه المسار السياسي. يعني ما قلتلوش افلام السياسه ولا قلت له السياسه اللي في افلامك، بتقول المسار السياسي. فكلمه واضح ان انت راجل عميق، فجاه تروح هبده هيوصلك.
هيوصلني لفين اكتر من كده؟ ايه يعني هيوصلني اعمل ايه؟ ان انا نجم في بلدي وصف اول في السينما والحاجات دي كلها. فهو القدره على الايه او التوفيق بتاع ربنا في اختيار الالفاظ ده مهم قوي يعني. استاذ خالد صالح الله يرحمه. حبيبي ده الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. ويحسن اليه. كانت حلقه معاك، كانت من الحلقات المؤثره جدا. طبعا. جدا جدا جدا. شعورك بعد الحلقه وقبل الحلقه قبل ما تقعد معاه كده؟ انا كان نفسي نبقى اصحاب، ويعني كان حلم حياتي ان احنا نبقى اصحاب. فكان يعني انا بقول يا رب الحلقه تعدي تدخل قلبه كمقلب، تدخل قلبه ونبقى اصحاب. وده حصل الحمد لله. الحمد يعني لله. ربنا يرحمه طبعا كان من الناس الجميله والقريبه ولما بنقعد نتكلم بنتكلم من 5 6 ساعات. فحد كان انسانيا على اعلى مستوى وفنيا طبعا طبعا نمره واحد عند قامه الجمهور. كبيره جدا ف... جدا جدا. لا حلقته من الحلقات اللي انا بسميها ماتش شطرنج. يعني هي ما فيهاش زعيق وما فيهاش الفاظ الحمد لله وما فيهاش حاجات حاده والكلام ده كله، لكن هي ماتش شطرنج. انت عارف ان الراجل ده عارف قيمه كل حاجه، فبتحاول تفهمه ان قيمه المذيع دي عادي اكتسبها في حلقه بفلوسي. ايوه بالظبط. خلاص. فهو بيتصدم، الناس اللي عندها قيم بتتصدم لما تلاقي حد ما عندوش قيم او مش فاهم هو فين. أيوة. او مش فاهم هو بيلعب بايه. انت قيمه المذيع دي كبيره يا عم، ده انت حاجه كبيره قوي. فمش لازم عشان معاك فلوس تبقى مذيع. فهو انا دخلت له من الحته دي. هي فكره بفلوس يعني. أيوة. عامل أيوة لا طبعا. واستنى ثانيه واحده ما تتكلمش ثانيه واحده وترجع له تاني بابتسامه اللي هو احنا هنكمل انا عادي. جايبك انا مش شايف. فاكهه الحلقات بالنسبه لنا كمشاهدين استاذ طلعت زكريا الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. الله يرحمه. كانت حلقه من اجمل الحلقات طبعا وامتع. وهو كشخص وجوده اصلا سلس وجميل وبتاع، وخد الليد في الحلقه وقال لي طب معلش ظروفني واحده 3 1 وبتاع. يعني بص هو ده الكوميديان اللي بيقدر في احلك المواقف يبقى بسيط ويبقى متساهل ويبقى يعني ويطلع ضحك. هو ده طلعت زكريا الله يرحمه، وبصمته هتفضل موجوده طول العمر يعني. حضرتك متابع جيل الشباب دلوقتي اللي طالع جديد، في حد احنا كشباب شايفين ان هو خليفه مصطفى. بالظبط. بالظبط شايفين ان هو شخص وجود نفس الشكل نفس الخدود نفس الخدود بالظبط بالشنب بكل حاجه. طلع في كذا فيلم الفتره اللي فاتت. انا شايف ان هو اجمل حاجه في الفيلم. يعني شايف ان هو شخص عمل حاجه. وطلعت زكريا الجيل ده طبعا يعني هو مش على الشكل بس، لا مصطفى موهوب طبعا جدا. وموهوب موهبه مختلفه عن طلعت الله يرحمه. يعني الاثنين جامدين وطاعمين وفيهم نفس الروح المصريه دي اللي هو الشخص المتورط على طول ده اللي انتوا ملبسيني في الحيطه على طول ليه. هو بص هو كل واحد ليه طعم، بس هو يعني ربنا اكرمه ان شكله فكرك بطلعت زكريا. الله يرحمه. فربنا كرمه بانه ايه اتزق الزقه دي. هي دي الفكره. حضرتك دلوقتي شايف من 20 سنه لدلوقتي الفن اتغير كتير. كل الوان الفن اتغيرت. شايف المسار اللي ماشي فيه الفن دلوقتي مرضي بالنسبه ليك كمشاهد مش كفنان؟ كمشاهد شايفه مرضي؟ ما هو المسار مش مسار واحد طبعا. في 20 سنه حصل حاجات كتير قوي. يعني حصل حاجات كتير قوي. حصل حاجات طلعت فوق وحاجات نزلت تحت، وحصل ثورتين وحصل تغير في الذوق. بس انا عندي تحفظ دايما على كلمه الذوق العام. هو مفيش ذوق عام، في اخلاق عامه بالظبط. يعني بنتفق زي بقيه الدول، بنتفق انه القتل السرقه غلط، الرشوه بنتفق دي اخلاق عامه هتلاقيها عند اللي عنده دين واللي ما عندوش دين. صح. دي الاخلاق العامه. ففي اخلاق عامه، لكن الذوق مختلف. انا لابس غيرك وانت لابس غيري، صح؟ وزمايلنا لابسين غيرنا. انت بتفكر بطريقه انا بفكر بطريقه. الذوق ده بيبقى راجع لثقافتك وللمعرفه اللي انت حصلتها، ملوش علاقه بان في حاجه اسمها عامه. لو عامه كان بقى عندنا مطرب واحد و3 4 ممثلين، صح؟ وبقى عندنا فرقه كوره واحده. يعني لو عامه يبقى عندنا فرقه كوره واحده كلنا بنشجعها اجباري. لكن في خطوط عريضه. في خطوط عريضه، صح؟ انت بتتفق عليها انه زي في الكوره اللعبه دي طرد، اللعبه دي اوفسايد. دي الخطوط العامه، دي الاخلاق العامه بتاعت اللعبه دي، خلاص؟ او القوانين العامه بتاعتها. بعد كده بقى نخش في ابداع بقى البني ادمين. فتقول لا الفرقه دي بتلعب كذا ده ذوقي، والفرقه دي بتلعب كذا ده ذوقي، والفرقه دي بتلعب بس ما بتحققش نتائج عارفينها كلنا، والفرقه دي ابطال كلنا عارفينها برضه. خلاص. ممكن تظهر دعمك عادي. لا ما تظهرش دعمي، بضم صوت ما تظهرش دعمي لاي حاجه. فهي دي الفكره، ان انت عندك ذوق، عندك فكره انه انا شكلت دماغي بالشكل ده.
انا حر، واخد بالك؟ هي الحريه، انا حر. والميزه في انك يبقى عندك تنوع، الحياه قايمه على التنوع. اللي حصل في الفتره بتاعت من 20 سنه، خلاص زي ما قلت لك حصل ثورتين. حصل ان بقى اصبح كل واحد حاسس ان هو ممكن يبقى ايه، نمره واحد. كل واحد حاسس ان هو ممكن يبقى اي حاجه. لما عملنا زمان بتاع ده ترشيح لرئيس الجمهوريه، في مش عارف 300 ولا ايه رشحوا نفسهم لرئاسه الجمهوريه. خلاص، في ناس يعني في ناس كانت ناس تضحك يعني، بس هي دي الحريه. يعني هي دي الحريه، انا ارشح نفسي وانت ما تنتخبنيش، انا حر وانت حر. هي دي الحريه. ف فاللي حصل ان كل الناس حاسه انها تقدر تعمل كل حاجه. مع ظهور الموبايلات ووجود الانترنت بكثافه في البيوت وفي الكافيهات وفي الشغل وفي الكلام ده كله، اصبح كل واحد ممكن يرفع موبايله ويقول اي حاجه، يقول اي حاجه ويحاول يبقى مؤثر. هو مش كله مؤثر، لانه زي ما قلت لك، لو اصطدمت بالاخلاق العامه انت خدت صفر. خلاص، انت خدت صفر خلاص. خش بقى على الاذواق بقى، تمام؟ ده بقى هيحبك وده هيكرهك وده هيتابعك وده هيعمل لك بلوك. هي دي القصه. المؤثرين دلوقتي اللي موجودين على الساحه الفنيه في منهم موهوبين ويستحقوا فعلا ان هم يكونوا موجودين. في ناس انا شايفهم ما هو شطار مؤثر، كمشاهد. مؤثر في ايه عشان اقول لك موهوب ولا لا؟ لا هو انا ما اقدرش اقول ان هو كدراميا شخص تقدر تسند له شخصيه، يعني عارف انت شخصيه معقده دراميا فيقدر يلعب الشغل. لا هو شخص فني او دمه خفيف مثلا، فبيعمل حاجات دمها خفيف، فجه في عمل دمه خفيف، ما هو بقى ما اضافش للعمل حاجه، هو جه بس زي ما هو جابه بس. ايوه ماشي، لا اكيد اضاف، بس هي الفكره ان هو ما اضافش لنفسه. هو يضيف للعمل لكن هو ما ضافش لنفسه. هو ضاف للعمل بوجوده عشان اللي بيتابعوه بالظبط كده. لكن فنيا ما ضافش لنفسه حاجه، لان هو ما اتطورش بقى. هو اللي عمله هنا عمله هنا. هو بالظبط. خلاص، هو الفكره. هو بقى لو موهوب كممثل، انت بتتكلم على واحد اتنقل من قدام موبايله للكاميرات البروفيشنال وبقى بيمثل فيلم او مسلسل. لو مش موهوب مش هيكمل. اي حد يقدر يطلع قدام الكاميرا، اي حد، زي ما احنا طالعين قدام الكاميرا كده. خلاص، اي حد. ابو قردان طلع قدام الكاميرا دلوقتي، ده كان نورس تمام، او نورس ماشي، هو واقف هناك. هو مستغرب من اشكالنا غريب عليه شويه. فبالتالي ده ابو قردان، ده نورس. بص، ده حاجه وده حاجه. ايوه ده حاجه وده حاجه. فهو فكره انك تقعد بقى قدام الكاميرا، فكره انك تستمر، فكره ان الناس عايزاك لانك بتعبر عن حاجه بتسعدهم. ماشي، ممكن بعد شويه ازهق منك، لكن انت ممثل بقى بتقدر تعبر عن مشاعر مختلفه. خلاص، برضو ده حسب قبولك. طبعا في ممثلين شطار جدا بس قبولهم ضعيف، في ممثلين مش شطار جدا بس قبوله عالي، فيصبح مطلوب. هي كده. عشان كده كل واحد بيحاول يبقى اجمل، كل ممثله بتحاول تبقى اجمل اشيك عشان تعجب اكبر قدر من ما هو ده بقى الذوق العام دلوقتي، الشكل الجميل او الوسامه للرجاله هو مش دلوقتي، هو طول عمره. جت فتره من الفترات ممكن نقول من الثمانينات ل 2010 ما كانتش هي مركزيه الوسامه يعني. الوسامه كان في ممثلين يعني عاديين، اشكال عاديه، اشكال مصريه عاديه وكانوا متربعين على السينما والاراده. يعني انا ممكن اقول استاذ احمد حلمي مش شخص اللي هو الوسيم، هو شخص عادي. هو شخص وسيم بالنسبه للكوميديا. خلينا نقول الوسامه تناسب مع الادوار اللي انت بتعملها. يبقى اسماعيل ياسين كان وسيم بالنسبه للادوار اللي كان بيعملها، يبقى علاء ولي الدين كان وسيم بالنسبه للادوار اللي هو بيعملها. يعني هي الوسامه اللي هي التناسق ده. خلاص، خليه هو متناسق مع مساره. انا بتكلم شكليا اللي هو ايه الشكل اللي الجمهور، يعني استاذ علاء ولي الدين ده شخص مريح للعين انك تشوفه قدام الكاميرا. الله يرحمه، الله يرحمه. فالوسامه بقت ايه دلوقتي؟ لا دلوقتي بقى السينما طول عمرها في العالم كله، مش عندنا احنا بس. شوف دلوقتي السينما الكوريه، السينما الصيني، انا ما بتابعهاش، السينما الهندي خلاص طبعا. هتلاقي في الاساس لازم الراجل الطويل عريض شعره حلو اللي بيعرف يعمل اكشن وبيعرف يرقص وبيعرف يعمل. هو السينما بتعوز الخلطه دي، لان السينما في النهايه حتى لو فيها افكار فهي خروجه، فلازم امتعك، لازم عينك تتمتع. السينما اللي حملت افكار جافه فشلت. الموهبه لوحدها لا تكفي، في بقى الحضور، في فكره ان انا تحب تشوفني من غير ما اتكلم. خلاص، دي بتسهل بقى وصول الاحساس وتسهل وصول الافكار. لكن في ناس موهوبه بس ما عندهاش الكاريزما دي. لكن احنا لو قعدنا نعد الفنانين المصريين
اللي انا بحبهم واللي تقدر في فنانين كتير قوي قوي دلوقتي تتفرج تستمتع بيهم، جيلي كله ما شاء الله تقدر تتفرج تستمتع بيهم بطريقتهم وبعقلياتهم. سامح حسين وتامر فرج وعمرو عبد العزيز وحسام فارس وحسام داغر وهشام اسماعيل طبعا، واسامي كتير قوي قوي خلاص، وسلام طبعا وشاهين في اسامي كتير قوي تقدر تستمتع بيها. بس نقدر نقول احنا لسه ما بقيناش مدارس، لكن في مدارس، في نور الشريف مدرسه، في احمد زكي مدرسه، في خالد صالح مدرسه، خلاص في مدارس، دول مدارس. ف في فرق بين انك تستمتع وبس، وفرق انك تستمتع وتتعلم. فدي معاك ودي معاك. فبتبقى انت بتبقى قاصد تعمل متعه في الحلقه وهزار وكل حاجه والكلام ده كله، لكن في الاول والاخر انت بتقدم فكره برضه. هيبقى انت راجل مثقف وشاطر وقليل اللي بيقرا دلوقتي وبيعرف يتكلم بناء على قراياته من غير ما يبقى متعصب لافكاره. ودي اهم حاجه في المذيع او مقدم البرامج، يعني انك تكون عندك افكارك الخاصه بس ما تحاولش تفرضها عليا. يلا 5 4 3 2 1.